السلام عليكم خوتي خواتاتي. بزاف ديال الناس وبزاف ديال الشباب قالوا لي اخويا الله يجازيك بخير، بغينا شي فيديو على الطريقه الصحيحه ديال الاغتسال من الجنابه. هذا الفيديو هذا درته خصيصا لك انت اخويا وخصيصا لك انت اختي اللي كتحرج انك تمشي تسول شي واحد اخر تقول ليه وريني كيفاش نغتسل من الجنابه، فكيكون شويه ديال الاحراج. واخا هو لا حرج في دين، ولكن كتكون شويه بزاف ديال الناس كيحشموا. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوضح لك فيه الطرق الصحيحه ديال كيفاش تغتسل من الجنابه. بزاف ديال الناس كيبغي يغتسل من الجنابه كيمشي كيدوش وكيتوضا الوضوء العادي وكيمشي كيصلي الصلاه، فهنا خويا الوضوء ديالك ناقص. باش تعرف بان راه كاينين بزاف ديال الشروط، ماشي هما الدوش. الشروط ديال الاغتسال من الجنابه فراه ماشي هو الدوش. الا دوشتي هذا كيتسمى الدوش، ولكن الاغتسال من الجنابه فراه فرق اخر. غادي نوضحهم لك ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. الا وصلك هذا الفيديو بارطاجيه مع بزاف ديال الاصدقاء ديالك محتاجين لهذا الفيديو هذا، اللي كيتحرج انه يسول شي واحد صيفطوا ليه باش حتى هو يستافد كما استفدتي انت، فالدال على الخير كفاعله. قلنا كاينين 7 ديال الطرق غادي نوضحهم لك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. الاولى وهي النيه. تكون عندك النيه بلا ما تذكرها، ماشي بالضروري تقول انا نويت. تكون عندك النيه في الداخل ديالك، في القلب ديالك، خليها في القلب ديالك بانك ناوي تغتسل من الحدث الاكبر اللي هو الجنابه. ثانيا فاش تبي توضا ان شاء الله قول بسم الله في الخاطر ديالك، ماشي بالضروره انك تعلم بها تقول بسم الله، لا قولها في الخاطر ديالك. الثالثه وهو الاغتسال من الجنابه وتحييد الاذى باذن الله. الاغتسال من الجنابه وهو طهر الفرج ديالك وتحيد منه الاذى. يعني راه اي واحد عارف شنو كان يعني اغتسال الفرج وتحيد منه الاذى. هذه الاولى. الثانيه وهو غسل اليدين. ان شاء الله اخويا توصل يديك مزيان 3 مرات، ما تخليش فيهم شي بلاصه ما وصلش فيها الماء 3 ديال المرات. هذه المساله الثانيه وهي تغسل الراس ديالك، الشعر ديالك تغسلو حتى هو 3 ديال الخطرات، وتحاول اخويا تفرك مزيان 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 باش اي شعره ان شاء الله يوصلها الماء، ما تبقاش شي شعره ما وصلهاش الماء. هذه العمليه كنديروها حتى هي 3 ديال الخطرات. من بعد هذه العمليه ديال مسح الراس مزيان وغسل الراس مزيان، كتجي العمليه هي ديال نمسحو الابط ديالنا حتى هما نطهروهم مزيان، ما نخليوش فيهم شي بلاصه ما غسلناهاش. يحاول الانسان ينقي الابط ديالو مزيان، ينقي السره ديالو مزيان. السره كنقيوها حتى هي مزيان. ثم كتجي العمليه الاخيره وهي كنغسلو الجانب الايمن ديالنا كاملو، كنخويو الماء وكنغسلوه مزيان. كنحاولوا نوصلوا الماء لاي بلاصه في الجسم، ما نخليوش شي بلاصه نساوها. الاذنين اي بلاصه خصنا نطهروها بالماء، والماء يكون طاهر. نسيت ما قلت هذه في الاول، الماء خاصو يكون طاهر، يعني ما تخدمش بشي صل موسخ ولا الماء موسخ، خص الماء يكون طاهر. كما قلنا كنغسلو الجانب الايمن مزيان ياك، ثم كندوزو للجانب الايسر حتى هو كنعاودو نغسلوه مزيان باذن الله. تكون عندنا النيه كما قلنا في الاول، نوصلوا الماء لاي بلاصه في الجسم. ضروري الماء ما يفلتش شي بلاصه في الجسم ديالك. رد البال مزيان شي بلاصه ما وصلتيش لها الماء، الاذن ولا شي بلاصه، ماشي تخوي الماء في الاذن يدخل تما. غسل الاذن خصها تمسح مزيان ما يبقاش فيها شي حاجه. هنا اخويا ملي كتكمل هذه العمليه هذه كامله الحمد لله، فهنا راك اغتسلتي من الجنابه بالطريقه الصحيحه. ثم اش كنديرو ثاني؟ الا بينا نصليو كنتوضاو الوضوء اللي هو معروف عند الجميع. فان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشرح الطريقه الصحيحه ديال الوضوء بطريقه صحيحه. بزاف ديال الناس كيتوضاو بطريقه خاطئه ولا الوضوء ديالهم ناقص، فغادي نشرحوا لهم ان شاء الله كيفاش يتوضاو بطريقه صحيحه باذن الله. هنا قلنا كملنا الغسل من الجنابه، كنتوضاو الوضوء العادي وكنقيموا الصلاه ديالنا. فهنا الصلاه باذن الله كامله والوضوء ديالك حتى هو كامل وغير ناقص. الا وصلك هذا الفيديو بارطاجيه مع العائله ديالك، الاصدقاء ديالك. فراه شحال من واحد كينوض كيدوش كيتسحب واش اغتسل من الجنابه. فراه الا رسلت يا خويا عرفوا بانه صدقه جاريه بالنسبه لك. اشترك في القناه والسلام عليكم.